أن منظرو الفكر السياسي وجدوا الضرر المتحقق من إلغاء الآخر أكبر بكثير من الحفاظ على الآخر مع السيطرة على قدراته على النمو والتطور. يعني شنو؟ يعني المنظرين السياسيين في العصور المتأخرة اجوا ايش قالوا يابا هذا من تنهي الآخر هذه قصة مو صحيحة، تحافظ عليه راح تكون أقل تكاليف. ليش؟ لأنه بذلك يبقى تحت السيطرة والمراقبة، لأن إلغاء الآخر ستكون تكاليفه باهظة، راح تدخل حروب ومعارك وخسائر اقتصادية، وكذلك سيتيح له العمل. انت من جيت الغيت الآخر معتقد انهيته، هذا الآخر اللي انت معتقد انهيته سيتاح له العمل اعتمادا على القوة الناعمة في مساحة الظل التي لا تراها السلطة، فيحقق نموا ويظهر لك بصورة مفاجئة من دون أن تعلم، ولا أن يكون لديك الاستعداد الكافي لضبط مساحة تأثيره. ويتحدث المعاصرون من منظري الفكر السياسي عن تفاصيل ودراسات واسعة في هذا الإطار. لعل أبرز منظريهم توماس شيلينغ اللي حاصل على جائزة نوبل عام 2005 وصاحب كتاب استراتيجية الصراع، واحد منظري نظرية اللعبة، وعنده مقولة شهيرة: نظرية اللعبة السياسية تتجاوز بكثير ما يسمونه ألعاب محصلتها صفر، يعني القضاء على الآخر، وهي ألعاب معارضة خالصة، هاي المحصلة صفر. وأصبحت حالات كان فيها الصراع والحاجة إلى التعاون لتجنب النتائج الكارثية أو